شكون فينا ما تشهاش الكبه تاع ام عصام في باب الحاره؟ ارواحوا اليوم نديروها مع بعضنا كيفاش تجيكم تقرمش وكيفاش تشكلوها خير من تاع امزكي. سجلوا الوصفه وتبعوني. رايحين نحتاجوا برغل ناعم نغطيه بمسخون وملح ونخليه بجهه، وانا هنايا درت المتوسط لانه نعرف كيفاش نتحكم فيه ويجي يقرمش اكثر. من جهه جبت ريحه اللحم تاعي اللي كنت خديتها من كليك باي ديزاد، وريحه اللحم تاعي فرقيقه، واللحم ما لازمش يكون مشحم. شوفوا لي اللحم ترحالي في رمشة عين. نروح نفرغوا على البرغل اللي كان شرب وتنفخت الحبه تاعو، نزيد البصل والتوابل اللي راح نكتبها قدام عينيكم، ونرجع نرحيه مرتين في الرحايه نتاعي. قلت لكم دير كلش، دير مام المرقاز وتشكل الكبه. نعجن العجين تاعي ونجي ندير الحشو. نقلي كميه اللحم اللي بقات لي في كميه مليحه من الزيت، نزيد البصل ونفس التوابل، وفي الاخير نزيد الجوز والحشو نتاعي راه واجد. نخلي الحشو يبرد ونجي نشكل الكبه تاعي بنفس لاباري. نحط هذا الموتيف وشوفوا كيفاش تخرجها لي. نعمر بالحشو ونغلق. بصح حسيت الحبات خرجتهم لي شويه صغار، قلت نكبكب بيديا كيما نعرف ام زكي ماشي خير مني. شكلتهم كيما راكم تشوفوا، ومن بعد حطيتهم بجهه وسخنت الزيت. حطوهم يتقلاو في بلاصه غارقه وما تقيسوهمش خلاص باش ما يتفتحوش. وشوفوا لي كيفاش جاو. كيما قلت لكم انا ندير البرغل المتوسط لانه يجي قرمش اكثر، واذا كنتم مبتدئين ديروا الناعم. وشوفوا لي النتيجه النهائيه التهبل. راح اخلي لكم صفحه كليك باي ديزاد اذا حبيتوا مامتو ما تشري برحايه اللحم. وهذا ما كان.